قلبي اتفضلوا كلوا معانا. شايفين يا حبايبي؟ شايفين؟ حضرتك على خلي كده ليه تعالى. يا سلام يا سلام يا سلام. طعمه ازاي؟ نزل بابا في الارض. حضرتك على خلي فيه اهو تعالى كل. انا صراحه اهو العيش مولع نار. كل بتاع بقيت تعالى. تعالى. صراحه انا بحب اكل الارنبوط دي من غير عيش. ليه ما تقوم تعالى؟ بصوا يا حبايب قلبي، بصوا بصوا جرب ازاي من البيكنج باودر اللي انا حطاه. بصوا يا حبايب قلبي، حاجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم مننا كل جديد احنا بنعمله وهنعمله يا حبايب قلبي. طبعا القرنبيطة ديت جايباها يوم السوق يا حبايب قلبي، جبتها ب10 جنيه. جبت اصغر واحدة جبتها. ليه؟ طبعا خفت على الزيت والبيض والكلام ده كله، وعايزة زيت وعايزة بيض وكده يعني. اني في الشتاء بجيب القرنبيط دي مرة واحدة، قسما بالله يا حبايب قلبي هي مرة واحدة اللي بجيبه. عشان بيستهلك زيت وبيض والكلام ده كله، فايه هي مرة واحدة اللي انا بجيبه. انا عامة العيال مش بيحبوه عندي قوي، انا اللي بحبه وابو كريم برضو مش جد كده، انا اللي بحبه. فطبعا ايه، مادام اني بس اللي بحبه فمش بجيبه غير مرة واحدة. فطبعا يا حبايب قلبي هتحط ايه على القرنبيط دي يا ام فرح؟ هنحط يا حبايب قلبي نشا ودقيق وادي البيضتين دولي عادي. لو حداكي بيضه واحده عادي حطي عادي، مش فيها اي مشاكل يعني. وهنحط بيكنج باودر. وهتحط ايه تاني يا بنتي يا ام فرح؟ وهنحط يا حبايب قلبي كمون وفلفل اسمر ومرق الدجاج، وهنحط ميه وهنحط خضره. ادي الخضره هي يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. وهنروح ايه، وهنروح حاطين كوبايه ميه كده من الكوبايه بتاعه الشاي. وادي دي الفلفل الاسمر والملح والكمون. اسكتي يا حاجه فرح، اسكتي يا حاجه فرح، بمنتج في الفيديو. وهتحطي ايه تاني يا بنتي يا ام فرح؟ وطبعا هنقلب ده كله في بعضه يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين. ونسيت احط مرقه الدجاج الدجاج ما تركزوش اي حاجه. فروحت حطاها هي حبايب قلبي. صراحه مرقه الدجاج دي بتدي طعم حكايه 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 وروايه اهو زي ما انتوا شايفين. وطبعا ايه نغط ده كله بقى في ايه، في الخلطه بتاعتنا دي يا حبايب قلبي. شايفين انا حطيت الجرنبيط كده في السلجة زي ما هو يعني، يا دوبي كده مش قطعته قطع صغيرة. فطبعا لما اجي اجليه احطه في الخلطة، فانا بعمله زي ما انا عايزة، بقطعه زي ما انا عايزة تقطعيه كبير بتقطعيه، عايزة تقطعيه صغير زي ما انت عايزة اهو. شايفين يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. فجربوا يا حبايب قلبي الخلطة ديت، والله العظيم هتعجبكم جدا جدا جدا. وعلى فكرة
هو ما شربش مني زيت كتير، والله العظيم مش شرب مني زيت كتير، دي حبة الزيت اللي انا حطيتها وفاض منهم كمان، يعني بعد ما جليت فاض في الطاسة زيت، ما شربش مني زيت كتير. مش عارف، هتقولي لي ليه يا ام فرح؟ الله الوكيل ما اعرف ليه، انا كل مرة بجيبه بشرب مني زيت كتير، المرة دي ما شربش زيت، مش شرب زيت كتير يعني. ماشي يا حبايب قلبي، واهو حطيناه في الخلطة زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايب قلبي، ورحت ايه حطاه في الزيت. طبعا بتكدحي الزيت يعني ايه بتكدحي الزيت؟ يعني بتخلي الزيت سخن، نار 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 نار، عشان ما يلزقش منك. اه اولا عشان مش يلزق منك، وثانيا عشان ما يشربش زيت، لازم تكدحي الزيت قدحة حلوة عشان مش يشرب زيت معاكي. اي حاجة تيجي تجليها، حتى لو بتجلي بتنجان، لازم تسخن الزيت، تخليه سخن جو جو جوي، عشان ايه الحاجه ما تشربش منك زيت. وما تعليه وما توطيش، علي عليه عشان مش يشرب منك زيت. ماشي يا حبايب قلبي، ماشي يا حبايب قلبي. طبعا ايه اللي بتفرج عليا لغايه الان كده ومعايا لغايه الان وما حطش اللايك، يا ريت فضلا وليس امرا تحطوا اللايك يا حبايب قلبي، عشان ايه يوصل لكم مننا كل جديد كده يا حبايب قلبي، وعشان الفيديو ينشاف. واللي مش اشترك في القناة يشترك يا حبايب قلبي، ويا ريت تشتركوا في الانتساب، وما تحرمش منكم يا حبايب قلبي يا رب، اللهم امين. ربنا يدومكم كده نعمة في حياتي يا حبايب قلبي. دلوقتي بنقلب القرنبيط اهو يا حبايب قلبي، شايفين اللون الذهبي ده؟ يا سلام يا سلام، والله العظيم يا حبايب قلبي قسما بالله كان عظمة 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 عظمة. بصوا، عايزة تجيب القرنبيط دي مش تحطها في التلاجة، مش تحطيها في التلاجة، تجيبيها وتروحي عاملاها في ساعتها، مش تحطها في التلاجة، لان لما بتحطها في التلاجة بتسود كده. يعني مثلا انت جبتيها وعايزة تعملها تاني يوم، مش تحطها في التلاجة، سيبها بره، بره مش هتسود معاكي. انما لما بتنحط في التلاجة بتسود، تبقى لونها كده بدل ما هي بيضة كده. طبعا القرنبيطه بتبقى بيضه كده وناصعه البياض، ناصعه البياض. واخدين بالكم من ناصعه البياض دي؟ لايك لناصعه البياض. فطبعا لما بتحطها في التلاجة بتسمر، فمش تحطها في التلاجة. شايفين يا حبايب قلبي؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ شايفين؟ يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا بنتي يا ام فرح، يا شطوره يا لهلوبه انتي. وقسما بالله كان طعمه حكايه 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 وروايه، طعمه جميل قوي. واهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين دي الرصه الاخيره اهو. وهروح بقى ماسكه الخلطه، انا هرمي حبه الخلطه، الحبه الباقيين دول في الحله، حد الله روحت قلباهم في الزيت عليهم. ام فرح مش بترمي حاجه، ام فرح ما بترميش حاجه. يا سلام والله العظيم كان جميل جميل جميل. انا مش رضيت احمر دي قوي، الرصه دي مش رضيت احمرها قوي عشان ابو كريم بيحبها ايه، يعني نص تحميره كده، مش بيحبها متحمره قوي. يعني في الطبق التاني متحمر قوي، انما ديت مش هخليها تتحمر قوي عشان ايه، زي ما ابو كريم بيحب انا بعمل له يعني. انا عملت لي طبق عشان انا بحبها متحمره كده ومقرمشه كده وجميله، و... وعملت لابو كريم ايه اللي هو بيحبه برضه يا حبايب قلبي. وطبعا وانا بعمل كده، كل ما تيجي نقطة زيت على على البوتاجاز اروح مسح البوتاجاز، كل ما تيجي نقطة زيت على البوتاجاز اروح مسح البوتاجاز. ايوه امال ايه، انا بحب البوتاجاز بتاعي يكون موجوش كده وملعلع كده، ملعلع ملعلع ونضيف كده وحلو كده يا حبايب قلبي. انا بصوا اهم حاجة عندي قسما بالله، اهم حاجة عندي المطبخ، المطبخ اهم حاجة عندي يكون نظيف المطبخ، ومش يكون عندي هدوم وسخة ولا مواعين وسخة ولا هدوم وسخة، ده اهم حاجة عندي. طبعا يا حبايب قلب اهو زي ما انتوا شايفين دي الرصة الاخيرة، الرصة الاخيرة يا حبايب قلبي. صراحة القرنبيط جميل، والله العظيم القرنبيط جميل، بس عيالي اللي مش بيشجعوني، عيالي اللي مش بيشجعوني، عيالي لما مش بيحبوا حاجة واني مش حتى لو بحبها فمش بحب اجيبها. يا الله يا رب سترك ورضاك. هتقولي لي يعني هما مش كلوا منه يا ام فرح؟ كلوا منه، بس كلوا منه نجنجه كده، بياكلوا المتحمر دي ويسيبوا الجلب، الجلب دي مش بياكلوه. بصوا جابوا ازاي من البيكنج باودر اللي انا حطاه. بصوا يا حبايب قلبي
كده حاجة. الله يا حبايب قلبي، باي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم مننا كل جديد. باي، مع السلامة. اللايك يا حبايبي، اللايك الله يكرمكم.